مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. عاجل رياض محرز يصدم غوارديولا والجماهير الجزائرية ويعلن رسميا رحيله من مانشستر سيتي. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الجزائري رياض محرز فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. نجح الدولي الجزائري رياض محرز بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، ودخل النجم الخضر التاريخ كثاني لاعب جزائري يفوز بدوري أبطال أوروبا رفقة فريقه السماوي. كما كتب رياض محرز اسمه بأحرف من ذهب مع ناديه مانشستر سيتي، بالرغم من أنه لم يشارك ولو دقيقة واحدة في المباراة التي جمعت فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي. وتحدث رياض محرز في تصريحات أبرزتها قنوات بين سبورت الرياضية عقب نهاية المباراة، حيث قال: المباراة كانت قوية جدا، لقد شاهدنا دروس تكتيكية قوية في هذه المباراة. إنتر دافع كثيرا ولم يترك أي مجال، إنه قوي جدا في الكثافة الدفاعية، لكن على كل حال لقد قدمنا مباراة جيدة أمتعت الجماهير بشكل كبير. فسأله الصحفي عن إمكانية رحيله فأجاب: لا أدري، أنا حاليا سعيد في فريق مانشستر سيتي، لكن سأتخذ قراري قريبا. لقد انتظرت كثيرا وعلي أن أنتظر أكثر حتى أقرر. ما رأيكم فيما قاله رياض محرز؟ شاركونا آراءكم في التعليق، وشكرا على المشاهدة.